السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو نتوما في اطم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الملوي اللي كيجي غزال 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 بزاف، كيجي مورق. وكنت حطيت لكم واحد فيديو صغير في القناه، ولقى تفاعل كبير عند الناس، دخلوا عندي ناس وبغاو الوصفه كامله، فاليوم قررت انني نشاركها معكم. بالنسبه للعجين ديالي البنات، العجينه ديال الملوي ديالي غادي نحتاج زلافه ونص ديال الدقيق الفينو، يكون النوعيه الجيده، يكون سبيسيال ديال مسمن. وعندي هنايا جوج زلافات ديال الدقيق الفورص. دائما الفورص كيكون غالب على القمح اولا الفينو. ودرت معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، معلقه صغيره ديال الملحه، ودرت جوج معالق ديال سكر سنيده باش يهرس ليا داك لوغوت ديال الملحه البنات، حيت الملحه اللي عندي ديك الرقيقه كتكون مالحه بزاف. داكشي درت جوج معالق ديال سكر سنيده تهرس داك المذاق ديال الحلاوه. صافي البنات كنعجنها بما سخون. بالنسبه للخميره البنات تقدروا تستغناو عليها، انا بغيت نديرو في نفس الوقت غادي نتبعو في الطياب، يعني مانيش نخليه يرتاح بزاف. غادي غير ندلكو، وغادي نخلي واحد جوج دقائق 3 دقائق. صافي غادي نتبعو. كاينه اللي ما كتبغيش يعني حتى تبغي تخليه وقت اللي هو طويل، مثلا واحد 4 ساعات 3 ساعات 2 ساعات، فما ديرش ليه الخميره. هكذا يعني كيرتاح العجين وكيكون زوين كيصدق معكم. انا غادي نتبعو نيشان، غادي نبدا نطيب. صافي كيف شفتوا معايا دلكتو مزيان، درت ليه الماء. هذا الدقيق عندي كيشرب الماء، بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب الماء. انا هذا اللي عندي البنات عطيته الماء بزاف ودليك. صافي هنايا درت له واحد شويه ديال الزيت دهنته. وهنايا في الطاوه ديالي كنحاول انني نشكلهم هكذا كويرات. غادي نديرهم حجم ديالهم ما كبيرش بزاف وما صغيرينش، كنديرهم حجم ديالهم متوسط هكذا قد البطيبيطات. صافي دهنت بالزيت البنات، دهنت الطاوه ديالي. هنايا غادي ندوز ان شاء الله باش نشكلهم. من بعد ما غادي نخليهم يرتاحوا واحد 2 دقائق حتى 3. بيد ما ان شاء الله غادي يذوب ليا الزبده مع الزيت اللي درت تقريبا نص كاس ديال الزيت و3 المعالق ديال الزبده. صافي هنا من بعد ما بقات ديك الزيت، هذا الخليط ضروري ديروه تورقوا به الملوي ديالكم ولا المسمن، ضروري البنات، والله كيكون زوين وكيخليه يجي من الداخل مورق. عندي البنات الفينو، ولا تقدروا ديروا السميده، حتى بالسميده كتكون غزاله بزاف. احسن حاجه هي السميده. انا كان عندي الفينو خديت منه شويه، ما كانش متوفره عندي السميده. صافي هنايا خديت شويه من داك الخليط ديال الزبده مع الزيت ومع خماره حمراء، درتهم في واحد جبانيه هكذا كيف شفتوا معايا. درت ديك الزبده وخلطتهم، وغادي نبدا نورق بها الملوي ديالي، نديرو في وسط الملوي ونبدا نورقها. نتوما الخليط كيفاش كيجي غزال البنات. ملي كديروه في الملوي كيكون داك الملوي مفشفاش من الداخل، كيجي مورق حبه حبه. صافي هنا غادي ندوز نيشان باش انني غادي ندلكها، ولا غادي نوزع ديك العجينه الاولى، القرصه الاولى. هانتوما ما يهمكمش الا تقطعت لكم ولا شي حاجه، راه مازال غادي نلوي داك المليويات. غادي نحاول انني ندهن بالزبده البنات ونكبرها شويه. انا كيعجبني الملوي الا كان كبير، كيعجبنيش الا كانوا صغار كذا كيكونوا مورقين اذا كان كبير. صافي هنايا كندهن بالزبده، وغادي ندهن بداك الخليط اللي صاوب ديال الفينو. هانتوما الا كان بالسميده راه كيكون احسن البنات، جربوه بالسميده وجربوه حتى بالفينو، راه غادي يكون واحد شويه ديال الفرق. السميده كيكون داك الملوي حرش، كتجي غزاله بالسميده، وانا كتعجبني مسمن ولا الملوي اذا كان حرش. صافي هذه هي الطريقه. من بعد ما ورقتها حاولت انني من بعد ما دلكتها عفوا، حاولت انني نورقها، جمعتها وشكلتها على هذا الشكل. صافي بديت كنرولي فيها على هذه الطريقه. هذه ساهله، كنتمنى ان شاء الله تكون واضحه معكم. هانتوما البنات نفس الطريقه راه غادي نعاودها باش هكذا تفهموا الطريقه. وكنتمنى ان شاء الله يكون كل شيء واضح معكم. كيجي هاد المروي هذا زبده البنات في المذاق ديالو، والله الا غزال بالخصوص
الا درتو وحطيتوه في الكونجيلاتور هكذا كتجبدوه كتفطروا به، انا كيعجبني بزاف نفطر به. كيكون البنات غزال غزال، تسخنوه هكذا في الاله ديال البانيني ولا غير في مقيله، والله العظيم الا كيكون غزال غزال بزاف. صافي هنا من بعد ما دلكتهم غنخليهم يرتاحوا ثاني واحد جوج دقائق، حيت كيف قلت لكم انا مانيش نخليهم بزاف. كون ما درتش ليهم الخميره غادي نخليهم واحد ساعه د المعجنه ساعتين. اما بالنسبه لي انا فراه كنتبعهم ديريكت. هانتوما راه كيكونوا يعني كيختمروا كيطلقوا، وكيجي يعني داك العجين كيساعدني انني ندلكو، حيت كيجي عفوا مخامر بديك الخميره اللي درت ليه. درت معلقه صغيره ديال الخميره. كنحاول انني نبسط ديك الكويره الاولى، ديك المليويه الاولى، وفي هذا الاثناء كنكون درت المقيله كتسخن. صافي كندير المقله ديالي شويه بالزيت والزبده، وكنبدا نطيب البنات بطريقه جد 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 سهله، وكيجي البنات ناجح 100%. غير جربوا بهذه الطريقه هذه غادي ينال اعجابكم. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى ديال المنوي، وواحد يعني اللي غادي تعجبكم بزاف، غادي نديرو ان شاء الله عامر وغادي نشاركو معكم. طريقته كتجي غزاله، وان شاء الله ما غاديش نحرق لكم المراحل. انتظروا الفيديو الجديد ان شاء الله ديال الملوي يكون عامر، غادي ينال اعجابكم حتى هو. البنات بالنسبه الا كنتو بغيتو تقلبوا الملوي، حاولوا ما تضغطوش عليه بسباتول ولا شي حاجه، غير كذا باطراف الاصابع ديالكم وانتم كتحركوا. الا كنتو غادي تقلبوها فقلبوها بسباتول. صافي البنات كنستمر في نفس الطريقه، طريقه جد سهله. وفاش كنحيدها البنات من المقله، الملوي ملي كنحيدو من المقله كنتبعو ديريكت وهو مازال سخون، كنحاول انني نحلو. غادي ان شاء الله نشارك معكم الطريقه، راه كلشي عندي في الفيديو هنايا باش تفهموا كيفاش كنديري باش يجيني مورق من الداخل ويتحل. هانتوما البنات هذه راه مازال سخونه، كنحاول انني نضغط عليها بحال هكا باش تحل في الداخل ديالها، تجي كدا مورقه كيف قلت لكم حبه حبه. باقي سخونه البنات، هو مازال سخون، خصكم تتبعوه باش يجيكم الملوي ديالكم ناجح. هانتوما كيجي الملوي غزال البنات، نقولش لكم واحد المذاق كيجي فيه غزال بزاف، حتى في الشكل ديالو هانتوما كيجي مورق بزاف. شوفوا هاد الملوي البنات مع شويه د العسل ولا فريمينجا راه ما تشبعوش منه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للناس اللي دخلوا عندي من الفيديو الصغير القناه، كنشكركم بزاف، كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، والف الف مرحبا ونورتوني. وهذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتكون الوصفه خفيفه على قلوبكم. وانتظروا ان شاء الله الجديد، فيديوهات جديده جايه في الطريق. وما لي الا نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله.